في 2025 لو بنتكلم عن تحقيق دخل حقيقي من الإنترنت، يبقى لازم ننسى كل الكلام بتاع الثراء السريع ده ونركز على اللي بيجيب نتيجة بجد. في الشرح ده احنا هنفك شفرة الطرق اللي بجد بتشتغل أونلاين، وهنركز على الاستراتيجيات العملية، مش مجرد كلام حماسي وخلاص. شوفوا الرقم ده 78%. ده مش مجرد رقم عابر، لأ، دي نسبة المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بيخططوا يزودوا شغلهم كفريلانسرز، وده حسب دراسة لبيت كوم سنة 2022. ده معناه إن قواعد اللعبة في سوق العمل نفسه بتتغير، وبتتغير تماماً قدام عينينا. طيب، رحلتنا النهاردة هتكون مقسومة على 5 محطات. هنبدأ نفهم الأول إيه اللي بيحصل في العالم، وبعدين هنشوف 3 طرق أساسية للربح، وفي الآخر خالص هنجمع كل ده في خطة عملية عشان اللي حابب يبدأ في 2025 يبدأ صح. تمام. طب إيه اللي بيحصل في العالم يخلي الشغل الأونلاين ده فرصة حقيقية دلوقتي؟ الحقيقة إن سوق العمل العالمي نفسه بيتغير بشكل جذري. الشركات عشان تقلل مصاريفها وتحل اللي بيسموه أزمة المواهب بقت بتعتمد بشكل كبير جدا على إنها تشغل ناس عن بعد من أي مكان في العالم. والنقطة المهمة قوي هنا إن التحول ده مش مجرد موضة أو ترند مؤقت وهيروح لحاله، لا خالص. ده تطور دايم في الطريقة اللي بنشتغل بيها، وده بيخلق فرص جديدة ومختلفة تماماً لأي حد عاوز يشتغل بشكل مستقل. أول مسار معانا ويعتبر هو حجر الأساس هو الشغل الحر أو الفريلانسنج. دي أسرع وأوضح طريقة ممكن أي حد يحول بيها المهارات اللي عنده فعلا لفلوس في جيبه. ببساطة شديدة يعني الفريلانسنج هو إن الواحد بيقدم خدمة معينة لعميل مقابل فلوس، يعني بيبادل وقته وخبرته بشكل مباشر بالدخل. وده يعتبر الأساس اللي أغلب الناس بتبني عليه شغلها الأونلاين، لأنه بيعتمد على الدخل النشط. طيب إزاي نبدأ؟ الموضوع ماشي على 4 خطوات أساسية. أول حاجة لازم يكون عندنا مهارة مطلوبة في السوق. بعد كده هنبني بورتفوليو أو معرض أعمال قوي يوري الناس شغلنا. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا على فكرة، لازم يكون لينا وجود احترافي أونلاين، موقع شخصي بقى أو بروفايل قوي على لينكدين. وآخر حاجة لازم نسوق لنفسنا ونبني شبكة علاقات. حلو قوي. دلوقتي خلينا ننقل على مرحلة متقدمة أكتر. بعد ما عرفنا إزاي نبيع الوقت والمهارة، في مسار تاني بيخلينا نكسب فلوس من خلال توصياتنا، وهو التسويق بالعمولة. التسويق بالعمولة أو الأفيليت ماركتينج فكرته قايمة على إن الشخص بيروج لمنتج أو خدمة لحد تاني، ومقابل كل عملية بيع بتتم عن طريقه بياخد هو نسبة. والميزة الكبيرة هنا هي إمكانية تحقيق دخل شبه سلبي، يعني ممكن الواحد يعمل محتوى مرة واحدة بس ويفضل يجيب له أرباح لفترة طويلة. والجدول ده بيوضح الفرق بشكل عبقري. بصوا، في الفريلانسنج الأصل اللي الواحد بيملكه هو وقته ومهارته، فالدخل نشط ومحدود بساعات الشغل. لكن في التسويق بالعمولة الأصل هو المحتوى والجمهور اللي بيتبنيه، وده بقى اللي بيخلي الدخل شبه سلبي وقابل للتوسع بشكل كبير جدا. طيب عشان نبدأ في التسويق بالعمولة صح لازم نختار مجال محدد نكون شغوفين بيه. بعدها ندور على برامج أفلييت محترمة في المجال ده. الخطوة اللي بعدها نبني منصة الناس تثق فيها زي مدونة أو قناة يوتيوب. والنقطة الأهم من كل ده إننا نقدم محتوى مفيد بجد مش مجرد إعلانات وخلاص، لأن في النهاية الثقة هي العملة الحقيقية في العالم ده. نيجي بقى للمسار الثالث وده الأكثر تعقيداً من ناحية البيزنس، وهو دروب شيبينج. هنا الموضوع مش مجرد بيع منتجات، لا، ده بيتطلب بناء علامة تجارية كاملة ليها هوية وكيان. وأكيد أول سؤال بيجي في بال أي حد بيفكر في دروب شيبينج هو هل المجال ده لسه فيه فرصة ولا خلاص وقته راح عليه؟ وده سؤال منطقي جدا ومهم نجاوب عليه عشان الصورة تبقى كاملة. الإجابة هي إن الدروب شيبينج نفسه ما اتغيرش، لكن طريقة النجاح فيه هي اللي اتغيرت 180 درجة. زمان كان ممكن أي حد يبيع أي منتج ترندنج من علي إكسبرس بشحن بطيء وينجح. النهاردة ده مستحيل. النجاح دلوقتي بيتطلب تركيز على مجال معين، التعامل مع موردين ثقة، بناء تجربة عميل ممتازة، وتقديم علامة تجارية حقيقية. والجملة دي بتلخص الفكرة كلها. النقطة المحورية دلوقتي مش إن الواحد بيبيع منتجات بنظام الدروب شيبينج، لأ، النقطة هي إنه بيبني براند أو علامة تجارية، والدروب شيبينج هو مجرد أداة أو وسيلة بتستخدمها العلامة دي عشان توصل منتجاتها للعملاء. العقلية دي بالذات هي اللي بتفرق بين اللي بيفشل بسرعة واللي بيبني بيزنس يستمر. ممتاز. بعد ما شفنا المسارات الثلاثة، خلينا بقى نجمع كل ده في قسمنا الأخير ونحط شوية مبادئ عملية تنطبق على أي طريق هنختاره عشان نحقق دخل من الإنترنت. دي الزتونة زي ما بيقولوا.
قبل ما نعرف الصح مهم نعرف إيه الغلطات اللي لازم نتجنبها. دي أكتر الفخاخ اللي أي حد بيبدأ بيقع فيها: ترويج عشوائي، تجاهل بناء الثقة، الاعتماد على مصدر واحد بس للزوار زي فيسبوك مثلا، اختيار منتجات عشان عمولتها عالية وخلاص، وأخطر حاجة فيهم اليأس والاستسلام بدري قبل ما نجمع داتا كافية نفهم منها إيه اللي شغال وإيه اللي لأ. وعلى الناحية التانية دي أعمدة النجاح. لازم يبقى فيه تركيز شديد على مجال محدد، نبني براند احترافي وموثوق، نقدم قيمة حقيقية للجمهور قبل ما نطلب منهم أي حاجة، ننوع قنوات التسويق عشان ما نبقاش تحت رحمة خوارزمية واحدة، والأهم من كل ده نتعامل مع الموضوع كأنه بيزنس حقيقي محتاج تخطيط وصبر، مش مجرد هواية بنجربها يومين ونزهق منها. وفي الآخر ممكن نلخص الرحلة دي كلها في المقولة اللي قدامنا: الموضوع مش حظ خالص. النجاح في عالم الإنترنت بيعتمد بشكل أساسي على وجود استراتيجية صحيحة وواضحة والالتزام بيها. الاقتصاد الرقمي وقواعد اللعبة فيه اتطورت ولسه بتتطور كل يوم، والسؤال اللي بيفضل في الآخر هو: هل طريقة تفكيرنا واستراتيجياتنا إحنا كمان اتطورت معاه؟